اختتمت مساء الأمس دورة حي الزهور بشريعة لكرة القدم الخماسية في طبعتها الأولى التي نشطتها 8 فرق، من بينها فريق كهول عين طويلة لولاية خنشلة، والتي كان الملعب الجواري لحي الزهور مسرحا لفعاليتها. السيد صالح شرف الدين أحد قاطني حي الزهور وأحد المشرفين على تنظيم هذه التظاهرة الرياضية يتحدث عن مجرياتها. بادرنا بمناسبة إعادة تهيئة الملعب الجواري لحي الزهور بإقامة هذه الدورة التي تعتبر إن شاء الله طبعة أولى، وراح نواصلوا فيها كل موسم. الدورة هذه شملت 8 فرق أعمارهم تفوق 40 سنة من قدماء اللاعبين، كانت مفتوحة لمختلف المشاركين البلديات وخارج حتى الولاية. استضافنا فريق من ولاية خنشلة المجاورة، فريق عين طويلة. الحمد لله صارت في أخوية ورياضية، لمينا الشعب الرياضي للمدينة. كل الشكر لمن دعمنا ولو بالكلمة الطيبة، كما نقدم بالشكر للسلطات اللي سهلت لنا كل الإجراءات. السلطات المحلية حضرت ختام هذه الدورة الكروية. السيد محمد شرفي عضو المجلس الشعبي البلدي بشريعة يقول: الدورة التي سميت بحي الزهور دورة في طبعتها الأولى، نحن كسلطات نمد يد العون لكل هذه التظاهرات ونشجعها موافقين إن شاء الله. الدورة الرياضية نشط مقابلتها النهائية كل من فريق كهول عين الطويلة لولاية خنشلة وقدماء كهول فريق رعد الشريعة، الذي كانت له كلمة الفصل في الفوز بها بنتيجة 3-1. وهذه انطباعات ممثلي الفريقين اللذين نشطا نهائي هذه الدورة الكروية. دورة ما شاء الله من حيث التنظيم، من حيث الببليك هنايا، أهل الشريعة ربي يبارك فيهم يعطيهم الصحة، كل شيء ما شاء الله. نشكرهم يعطيهم الصحة على هذه الاستضافة وهذه التورنوا هذه. بون كوراج إن شاء الله مستقبلا. دورة ناجحة، ونشكر الجميع على تنظيم الدورة، فات في روح رياضية عالية. قدماء رعد الشريعة نقول للجميع شكرا لكم منظمي دورة، ومبروك على الجميع إن شاء الله. الدورة الكروية هذه استقطبت جمهورا عريضا، وهذه انطباعات عدد منهم. أول دورة تنجح، ونحن ماذا بينا يركزون على الملاعب الجوارية، لأن الملاعب الجوارية هي اللي تكشف منها اللاعبين لتصدر الشباب. نتمنى توفيق للجميع. تحية تقدير منظمي الدورة وجميع المؤطرين الواقفين على الدورة. صراحة دورة رياضية في ملعب حي الزهور أخذت طابع رياضي بحت يأخذ علامة 9/10. مشكورين جدا المنظمين، مشكورين جميع الفرق المشاركة. تم من إجراء مثل هذه الدورات، ونبارك لأهل هذا الحي هذا الصرح المنجز حديثا. نتمنى فقط المحافظة عليه، كما نطالب من السلطات المحلية تعميم مثل هذه الملاعب على بقية الأحياء.